ارحمينا بقى، حرام عليكي. ده البنكرياس والانسولين. اما بيقولوا لي كده اهو. لا انا حاسه بيهم، ما بيتكلموش بس انا حاسه بيهم. انت طيب اتفضلي. عيد المانجا. مش المانجا موجوده يبقى في عيد. لا ماشي. جوه ده لسه يا جماعه، في حاجات تانية من جوه غير اللي بره دوت. يلا بينا ندوق. واول حاجه هجهزها معاكم الشربات اللي احنا هنسقي بيه الكنافه. هنجيب كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، ونص عصره ليمونه. هنسيبهم بس 10 دقايق على النار. مش عايزين العسل ولا يكون تقيل قوي ولا يكون خفيف قوي، يعني عايزينه وسط. هنجيب نص كيلو من الكنافه قبلها بيوم نحطها في الفريزر عشان نعرف نكسرها بسهوله، يعني نكسرها اول ما نطلعها من الفريزر عشان تقطع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنجيب كوبايه كبيره من السمنه، وبعد كمان لما نكسرها يا ريت نسيبها مثلا 10 دقايق عشان تفك شويه، عشان لما نحط عليها الزبده او نحط عليها السمنه ما تتمسكش معانا وتبقى كده كل واحده لوحدها، ويكون نعرف نوزعها بسهوله. هنجيب بقى صينيتين قد بعض وهندهنهم كمان زبده حلو جدا. الخطوه دي يا جماعه مهمه جدا عشان نعرف نقلب الكنافه بسهوله، وفي نفس الوقت كمان الكنافه تاخد لون حلو جدا من تحت. هنوزع بقى الكنافه على الصينيتين ونحاول ان احنا نضغط حلو جدا وننضف كده الاطراف زي ما انتم شايفين عشان لما ندخلها الفرن ما تتحرقش معانا. هندخلها الفرن على درجه حراره 200 لمده 12 دقيقه. مع اول لما الكنافه تفصل عن الصينيه والاطراف تاخد لون كده يبقى تمام اتعملت معانا. هنجيب بقى الشربات. الكنافه تكون سخنه والشربات يكون بارد. اسمعوا بقى الصوت ده انا بحبه جدا. وبعد بقى لما نسقيها بالشربات نسيبها تبرد تماما عشان نبدا نضيف عليها الكريمه. انا هنا ضربت الكريمه، ممكن نضربها بكوبايه مانجا تكون خفيفه او كوبايه ميه ساقعه او كوبايه لبن. هنجيب المانجا هنقشرها كده زي ما انتم شايفين، وافضل نوع مانجا ممكن تستخدموه للحلويات هي مانجا النعومي، لان بتكون متماسكه جدا زي ما انتم شايفين، وكمان بيبقى فيها كميه لحم حلوه فنقدر نستخدمها في تزيين الحلويات. هنقطع بقى كده الجزء اللي تحت عشان نعرف نوقف المانجا معانا، وهنقطع الاجزاء اللي هي مع الجناب، وهنسيب الجزء اللي في النص عشان ده كده البذره. هنقطع برضو الحوالين البذره هنقطعه كده بالطول زي ما انتم شايفين، والاجزاء التانية نقطعها شرايح تكون رقيقه، يعني قد ما نقدر نخليها رقيقه عشان يكون شكلها حلو في التزيين. والجزء اللي هو الطويل دوت هنقطعه مكعبات كده زي ما انتم شايفين. كده انا قطعت المانجا كلها. لو مثلا صينيه الكنافه هتعملوا كميه اكبر ممكن تاخد مانجتين كبار. لو الحجم زي ما قلت لكم هتعملوا نص كيلو كنافه وتقسموه على صينيتين فهي مانجايه تكون حلوه جدا. بعد الكنافه بقى ما بردت هنزينها بالكريم شانتيه. طبعا مش لازم ابدا تعملوها بالقمع، نجيبوا بس معلقه وبالكريم شانتيه وتوزعوه، لان دوت في النص هنحط عليه المانجا ولا هيبان اي حاجه خالص. بس انا بحب يعني الجناب تكون متزينه شويه، بس انتوا طبعا مش لازم تعملوها كده. هنجيب بقى المانجا اللي احنا قطعناها مكعبات هنحطها في النص. بعد كده هنجيب الصينيه التانية من الكنافه هنحطها على المانجا والكريمه. بصوا يا جماعه لونها من تحت لونها بجد خطير، لونها حلو جدا. هنحاول بقى ان احنا نقلبها في طبق التقديم وهنزينها تاني من فوق. بس مش مشكله، الحمد لله ان هي ما اتكسرتش وما حصلهاش حاجه ولا اكن حاجه حصلت. نضفتي كده الطبق وتمام ولا اكن حصل حاجه. هنجيب بقى الكريمه وزي ما قلت لكم ممكن برضو نحطها بالمعلقه، ممكن ما نعملهاش بالقمع. برضو هنزينها بنفس الطريقه اللي احنا عملناها في وسط المانجا في وسط الكنافه. هنجيب بقى شرايح المانجا وهنحطها كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. تمام كده بقى الشكل النهائي بتاعها كده خلصت معانا. ممكن بقى نحطها في التلاجة مثلا.
وهنا بقى كده هقطع وخلاص بقى، يعني لحظة التقديم او لحظة بقى اللي يعني اللحظة الاخيرة دي من اجمل اللحظات بجد، وانا بقطعها كده وخلاص هدوقها. واو، مش قادرة اقول لكم طعمها حلو قد ايه، خطيرة. لما نحطها في التلاجة كمان تسقع تبقى طعمها حلو جدا، المانجا تبقى ساقعة والكريم شانتيه بيبقى ساقع بجد، بتبقى تحفة. بس هتعرفوا تغطوها في التلاجة، يا ريت تغطوها عشان ما تنشفش معاكم يا جماعة. حلوة جدا يعني، لازم تجربوها. ويا ريت بقى تصوروا لي تطبيقاتكم اللي انتوا هتعملوها، تبقوا رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي. طلعت في نص الساعة اللي انت قلت عليها بالظبط.